السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل الفطير الشرقي اللي قدامنا التحفة ده بمكونات سهلة وسريعة جدا وبأقل تكلفة. هنقدر ان احنا نعمل كمية كبيرة هتكفي أسرة كبيرة جدا، وكمان بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا المكونات. اول حاجه معايا هنا مشكل كده او ميكس، طبق انا مقطعاه في جبنه رومي ولانشون وزيتون على حسب ما نحب، والجبنه الموتزاريلا واي انواع جبنه. انا معايا هنا الجبنه اللي هي السبريد، دي بتبقى اساسيه، او ممكن يعني يفضل يكون في جبنه سبريد واي نوع جبنه تاني. ومعايا اللبن ومعايا الجلاش. انا هنا النهارده مستخدمه جلاش الزهار، بس عادي في الوصفه دي احنا ممكن نستخدم اي جلاش لان هو اصلا بيبقى طري، مش محتاجين اللي هو القرمشه بتاعه الجلاش في الوصفه دي، فعادي اي جلاش. تعالوا بقى نعمل مع بعض الميكس بتاعنا. هحط معلقتين كده من السبريد اللي هو بتاع الجبنه، ويفضل ان هو يكون اللي هو سبريد اللي هو الجبنه الرومي عشان بيدي طعم حلو قوي. وهنحط من الجبنه التانية النوع التاني، اي نوع حتى لو جبنه تلاجة. وهنحط بقى الخلطه بتاعتنا الحلوه هنا قوي، ان احنا هنزود ربع كده كوبايه لبن عشان بتخليه معانا طري، ونقدر ان احنا نوزعه. وبعدين بقى بضيف الجبنه الرومي واللانشون والزيتون. انا هنا بحب ان انا احط الموتزاريلا على الوش فقط، علشان من يعني طعمها بيضيع جوه بصراحه، فبفضل ان انا ازود جوه الجبنه الرومي، بتدي طعم احلى وتست احلى جدا، يعني بتخليها حادقه شويه. بدهن بقى هنا معايا كده الصينيه، يفضل ان هي تكون بايركس طبعا، وممكن صينيه عاديه عادي، بس انا بحب ان انا اعملها في البايركس لان درجه الحراره فيه بتتوزع، يعني بتبقى درجه الحراره فيه مظبوطه. بحط اول طبقه كده، وهنا بقى انا عشان كنت فاكه الجلاش بسرعه، يعني اخد معايا يعني وقت قليل لان كنت مستعجله، الورق فك مني شويه، بس عادي يعني هو مش جلاش حلو ومش هيبان. اهم حاجه بس الطبقه الاخيره هي اللي تكون مظبوطه، لان احنا بنغطي بيها الشكل الخارجي. ببدا ان انا اوزع كده، وبين كل طبقه وطبقه لازم بدهن بالسمنه، وممكن اعمل خليط ما بين السمنه والزيت. اهم حاجه ان انا ادهن، وممكن كمان احط ورقتين وبعدين ادهنها بالسمنه، يعني عادي يعني. اهم حاجه بس تشربيها من كل الجوانب عشان ايه كلها تتحمر في الفرن. وفي نص الحشوه، في نص كده الطبقات، هبدا بقى ان انا اضيف الحشوه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هحط هنا نص الكميه اللي انا عملتها، لان انا هعمل صينيتين، انا هعمل معاكم واحده والتانية هعملها واوريها لكم في اخر الفيديو. تمام، انا كده ضفت الكميه اللي انا هحطها على الصينيه دي، هوزعها من كل الاطراف ومن كل حته. وبعد كده بقى بحط طبق بقى ايه الجلاش اللي فوق الوش، وابقى انا كده ايه خلصته. بعد كده بحط الجبنه بقى الموتزاريلا من فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده، واللانشون والجبنه الرومي والكلام ده كله. بعد كده بقى هعمل الصينيه التانية، وده كان شكلهم في الاخر. الاتنين رشيت عليهم كيس الموتزاريلا. عايزه اقول لكم ان الموتزاريلا دي من الحمد، اللي هو الكيس اللي لونه بنفسجي والكيس اللي لونه ازرق، الاتنين شكلهم تحفه، وطعمهم الاتنين طعمهم خطير وبيدوا شكل حلو جدا. بصوا ده كان شكلها في النهايه. انا بس نسيت اقول لكم ان هي لازم تسقيها بلبن، يعني خطوه اللبن دي ضروريه جدا، لازم وانتي بتعمليه تسقيه بلبن قبل ما يخش الفرن، وبتقطعيها وبتقدميها. بجد بتاكلي احلى جلاش وبتكلفه قليله جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك.